مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية تضع أغلب المناطق الساحلية الغربية والوسطى غربية ضمن تنبيه من الدرجة الثانية تعلن فيه عن تساقط أمطار معتبرة ابتداء من سهرة اليوم بحول الله على كل من ولايات وهران حتى بسيدي بالعباس، عين تيموشنت تمتد إلى غاية مستغانم، شلف، تيبازا، شرشال. إذن يجب أخذ الحيطة والحذر. الأمطار خلال يوم الغد بحول الله ستكون معتبرة، هذا تقريبا على كل المناطق الساحلية الوسطى وحتى الغربية. ستزداد غزارة من حين لآخر. الرياح كذلك ستهب، أحيانا تكون على فترات قوية نسبيا، تصل أحيانا إلى 60 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للمناطق الداخلية خاصة نحو الهضبة العليا، الأمطار ستكون على شكل زخات على فترات لكن بأقل حدة، قد تكون أكثر استمرارية بعد الظهيرة بحول الله نحو منطقة الأوراس وحتى بسواحل الشرقية. للإشارة، الثلوج ستخص المرتفعات الشرقية التي يفوق علوها 1300 متر. بالجنوب أجواء صحوة على العموم، عدا بعض السحب العابرة نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحات مع هبوب رياح قوية نسبيا، وهذا إلى غاية الجنوب الشرقي تعمل على انتشار بعض الزوابع الرملية. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم تقارب درجة واحدة إلى 4 درجات بالمناطق الداخلية، 6 إلى 10 درجات بالسواحل، 8 فقط ببشار، 10 درجات بغرداية وتمن راس، 14 بأضرار، وترتفع إلى 17 ببرج بجي مختار وإنجزام. أما عن درجات الحرارة قصوى خلال ظهيرة الغد ستقارب 10 إلى 14 درجة نحو كل المناطق الداخلية والهضاب العليا، ستعرف تراجع ما بين 16 إلى 22 درجة بالسواحل. أما بالجنوب تكون معتدلة، مقاييس ما بين 21 إلى 25 درجة من الصورة نحو الواحات مرورا بشمال الصحراء، 27 درجة بتندوف إلى غاية أضرار، كذلك بتمن راس وجنات، 29 درجة بإن صلاح وإليزي، وترتفع إلى 34 درجة نحو أقصى الجنوب. أما للملاحة والصيد البحري يوم الغد، البحر سيكون كثير الاضطراب، هذا على كل سواحل نتيجة لتمركز منخفض جوي بحوض البحر المتوسط. الرياح كذلك ستشتد إلى غاية 80 كيلومتر في الساعة، أحيانا تفوق 80 كيلومتر خاصة بعرض البحر. نمر إلى وقت شروق الشمس على مستوى العاصمة لصبيحة الغد، سيكون بحول الله في حدود الساعة 7 صباحا و47 دقيقة، أما الغروب على الساعة 6 مساء و17 دقيقة.